مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك السايت. فاكرين الصورة دي أنا عملتها على فيديو أكل المطبات، وفيديو النهاردة بيوري لك إيه اللي حصل مع الراجل ده بعد ما أكل المطب بالشكل ده. زي ما حضرتك شايف اللي حصل كالآتي: إن حصل احتكاك في الكارتيرة السفلية اللي هي بتاعة الزيت، فحصل ترشيح زيت منها. هي ما اتخرمتش، بس مع الخبطة حصل ذبذبة في الصاج نفسه، رفة عصرة نملت الحزام اللي هو فيه السيليكون اللي بيربط بالمسامير، وده ما حرمهاش من انها اتعصرت تحت. يعني القاع بتاع الكارتيرة اتعصر. هنشوف ونتابع مع بعض، هنحل الكارتيرة وهتشوف بعينك ايه اللي حصل في الكارتيرة بعد ما نفكها. اولا بداية هنفك الزيت ونصفيه مع بعض، وبعد كده نحل الكارتيرة. وطبعا هتتغسل وتتنضف بالبنزين عشان خاطر يتحط فيها بنزين ويتشاف اذا كان فيها فتحة اتفتحت تحت ولا لا. لو فيها فتح البنزين هينقط معايا، ما فيهاش يبقى خلاص كل الخلل اللي حصل فيها من الخبطة اللي خدتها من المطب خلت اللفة بتاعت المسامير نملت نوعا ما، فرشحت زيت من قلب السيليكون والرباط اللي هي مربوطة. خليكم معانا. سيبها تفضي تاني كتير من بعد ما نشيل الكارتير. هتفضي تاني كتير. شيل الصاروخ ده، بس شيل الصاروخ ده. شيل الصاروخ ده من العده. ماشي. برضه لسه انا سديت خلاص. استنى انزل الكارتيره الاول جواها عشان الكارتيره هتصفي كتير. ماشي، ما فيها تراب ما تبقاش جواه. استغفر الله العظيم يا رب. ليش يعني لو هترمي الكرتونه نفسك جوه زيت؟ لا مش هوجع الكارتيره نفسها جوه الزيت، بس هفتح الكارتيره واللي فوق الجيكل فوق الطشت عشان يصفي اللي جواها في الطشت. شوف المنجد اللي بقول لك عليه ده، شايف؟ ايوه. جبت المعجون. ايوه. مع العلم ان الكارتيرة دي اول مرة تفك. لو انت خدت بالك من طقة المسمار انا بفك فيه اول مرة يفك، بس ده نتيجة اكل المطبات على سرعة مجنونة. وانا متكلم قبل كده في فيديو كامل عن اكل المطبات. حذاري من اكل المطبات. لو انت راجل رايح مكان، رايح حتة مسافر وتجهل المكان اللي انت رايحه، يا ريت تبقى بالراحة عشان خاطر المشاكل اللي انت هتتعرض لها من اكل المطبات. يمكن اللي انت شايفه قدامك ده اقل نوعا ما ضرر من اضرار كثيرة بتحصل من اكل المطبات. انا قبل كده حصل معايا ان انا شفت حد جايني بالعربية سكودا كسر العجل بتاع الفتيس بسبب مطب زي كده. نظفنا تحت ونظفنا فوق وحطينا سيليكون عظم كويس في السخونة، أحسن من أي أنواع تانية. أهم حاجة يكون عظم عشان خاطر يمسك معاك، حتى إن كانت السخونة عالية عندك ما يشجكش ولا يفتول ولا ينضح من قلبه زيت. لأن أنا جربت أنواع كثيرة من السيليكون
على المدى الطويل مع السخونة جاب زيت. هات. الطبة تبقى قدام. بالنسبة للعربية دي، العربية دي الانترا ام دي. العربية دي الانترا ام دي. ماشي. يا ريت تنظف كويس الكارتيرة ومكان الكارتيرة اللي بتركب فيه، ويكون افضل لو انت جبت مناديل كلينكس نشفت بيهم بواقي الزيت اللي فوق في الكارتيرة، عشان خاطر لو في روايش تقدر تشيلها بسهولة. والزيت اللي نزل من المكنة لا يعاد استخدامه، لان حالة الكارتيرة دي اقل الشوائب بتبقى نازلة مع الزيت في فك الكارتيرة بالشكل ده، عشان سلامة الموتور ويبقى الموتور بتاعك في امان. بلاش الزيت اللي نزل يتفضى تاني. معلش هي مصاريف زيادة بس مش مشكلة، عشان خاطر ما اخشش في مكنة انا بمبلغ وقدر النهاردة. غيار زيت جديد افضل من اللي نزل، عشان اللي نزل هتلاقي فيه رملة وروايش وغبار حتى لو كان خفيف ما يتشافش بالعين. في تاني؟ سيبك منين؟ طب هات البيبة. طيب عليه؟ بيبة العشرة الطويلة دي ان شاء الله. كبهم كويس أوي في الأول. يا ريت اكون قدرت اوصل لك معلومة. يا ريت لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واللايك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. ولف لفة في القناة لابد هتلاقي الفيديو اللي انت بتدور عليه. شكرا لكل المتابعين.